سر قديم للشعر بنرجع نسويه من جديد. بنات تعرفون هذا ايش؟ طبعا انا ترى غسلتها ودحين بحط عليها موية حارة. كوب موية حارة راح اصب تقريبا كوب، لا ما يكفي كوب، يبغى له زيادة بعد، ممكن كوب ثاني. حطيت تقريبا كوبين، راح اغطي عليها الين بكرة ونجي نشوف ايش صار فيها. شوفوا بعد مرور 18 ساعة صار خلاص جل، بس الجل ثقيل شوية عرفتوا، فيبغانا نحط زيوت. الآن بضيف معكم الزيوت، بنسوي ماسك للشعر، ماسك الكثيرة. أضيف شوي من زيت الخروع وشوي من زيت جوز الهند. راح أضربها بالمضرب. أضفت شوي زيت لأنه حسيته لسه ثقيل، يمكن أنا ما كثرت الموية كذا صاير شوي ثقيل، بس راح أخففه بالزيوت. شوفوا كيف صار جل الكثيرة. طبعا تقدرون تضيفون عليه مورينجا، تقدرون تضيفون عليه أعشاب، تقدرون تضيفون عليه سدر. أنا جزء بضيف عليه مورينجا وجزء راح أضيف عليه سدر، بوريكم طبعا النتيجة. الحين راح اخذ نص راح احط عليه سدر ونص راح احط عليه مورينجا. الان هذا النص راح احط عليه مورينجا وراح ابدا اخلط. هنا القسم الثاني راح احط عليه السدر. حطيته صراحة شوي في موية دافية عشان يساعدني في يعني حمام مائي، عشان يساعدني في الذوبان. شوفوا هنا ماسك الكثيرة بالمورينجا، وهنا ماسك الكثيرة بالسدر. طبعا ترطيبة جدا عالي لأن في كثيرة وفي زيوت وكمان مغذي بالسدر، وهنا بالمورينجا.